صباح الخير. يمكن أول ناس فكروا في فكرة الخلود هم القدماء المصريين، والخلود ببساطة هو عودة الروح للجسد بعد الموت. ومن خلال نفس الفكرة ابتدت مراكز الأبحاث في أمريكا تفكر احنا لو جمدنا الأجساد بعد الموت، هل لما الطب يتطور بعد كده نقدر نخلي الأجساد دي تعيش حياة جديدة؟ وسنة 1967 كان أول إنسان اتعرض للتجميد وهو جيمس بيتفورد. طب يا ترى الإنسان دوت حصل له إيه بعد كده؟ قبل ما أجاوب السؤال دوت خلينا ناخد رحلة عن فكرة التبريد. بعض الكائنات الحية زي ضفدع الخشب لما بيجي موسم التلج جسمها بيتجمد تماما وأعضائها الداخلية بتتوقف عن العمل. طبعا اللي بيشوفه بيقول ده أكيد ميت ومتجمد، لكن بحلول فصل الربيع يبتدي التلج يدوب من على جسمه وتبتدوا أعضائه الداخلية تشتغل من جديد ويرجع للحياة من تاني. وضفدع الخشب مش هو المثال الوحيد في عالم الحيوان، في حيوانات تانية بتعمل نفس الطريقة. يعني مثلا سنجاب القطب الشمالي بيفضل لمدة 8 شهور في السنة متجمد، وظائفه الداخلية زي ضربات القلب والتنفس بتقل بنسبة 99%. برضو اللي بيشوفه بيقول ده أكيد ميت، لكنه التلج دوت بيفك ويرجع للحركة من جديد. طب هل كل الأمثلة من عالم الحيوان فقط؟ سنة 1980 بنت اسمها جين كانت في الجامعة، وهي راجعة من الجامعة بعربيتها ابتدت تتعرض لموجة تلج شديدة وعربيتها توقفت عن الحركة، فابتدت تنزل من العربية لكن للأسف وقعت في التلج. فضلت في التلج عدد كبير من الساعات، حوالي 8 ساعات، لغاية ما أصحابها شافوها بالصدفة. أول ما شافوها كانت متجمدة تماما، ابتدوا يشيلوها وجريوا بيها على المستشفى. أول دكتورة شافتها قالت للأسف دي ميتة، لكن في دكتور ابتدى ياخد دمها ويدفيه ويرجعه تاني لجسمها، وبالفعل بعد حوالي 4 ساعات الوظائف الحيوية زي التنفس وضربات القلب رجعت لها من تاني، وجين عايشة لغاية يومنا ده. طيب هل معنى كلامي إن أي عضو نقدر نجمده وبعد كده نفكه ويرجع يشتغل من جديد؟ للأسف لا. يعني مثلا لو خدنا كبد من متبرع لازم ننقله لشخص تاني خلال 12 ساعة، لأن لو عدى أكتر من 12 ساعة الكبد هيتلف تماما، لأننا بنعمله تبريد مش تجميد، لأنه لو اتجمد هيبوظ تماما. نفس الكلام بالنسبة للكلى، بس الكلى نقدر نحافظ عليها لمدة 48 ساعة بالتبريد برضه. ممكن واحد يقول لي طب ما احنا ممكن نحافظ على خلايا الدم لفترات طويلة. هرد عليه واقول له ان احنا اقصى مدة نقدر نحافظ فيها على الدم هي 45 يوم، وده بيكون في ثلاجات مش في فريزر. وعدد قليل من الاعضاء اللي نقدر نجمدها زي صمامات القلب نقدر نجمدها بالنيتروجين السائل ونقدر نحافظ عليها لمدة 5 سنين، لكن صمامات القلب كنسيج حجمه صغير جدا بالمقارنة بالكبد والكلى. ممكن واحد يجي يقول ما انا ممكن اروح بنوك الأجنة واقدر احفظ الأجنة بتاعتي لمدة عشرات السنين. هرد عليه واقول له ان الجنين ده خلية واحدة. بالفعل لو خلية او عدد قليل قوي من الخلايا نقدر نحافظ عليها بالتجميد لفترات طويلة، لكن تجارب العلماء مش بتتوقف. احدى العلماء قدر يجيب الكلى بتاعة ارنب ويعرضها للتجميد، وبعد فترة طويلة فكها وزرعها في ارنب تاني، وبالفعل الكلى رجعت لوظائفها كاملة. لكن تجميد الكلى والكبد في الانسان لم ينجح الى الان. طيب هو ليه الاعضاء الكبيرة زي الكلى، الكبد، القلب، الرئة ما ينفعش نجمدها؟ ده بسبب ان المية داخل الاعضاء ديت مع التجميد بتتحول لكريستالات. الكريستالات ديت بتعمل تلف تام للخلايا بتاعت العضو، فلما نيجي نفكه بيكون تلف تماما. لكن العلماء
ابتدوا يخترعوا حاجة اسمها انتي فريزنج بروتين، وده نوع من البروتينات اللي بيحافظ على تجميد الأعضاء ديت بدون تكوين كريستالات. والبروتين دوت استخلصوه من بعض الحيوانات زي ضفدع الخشب، وقدروا كمان يصنعوه بالتكنولوجيا الحيوية. بالنسبة للسؤال اللي سألناه في الأول عن جيمس بيدفورد أول شخص تعرض للتجميد، طبعا ده أعضاؤه الداخلية تلفت تماما، لأن في الوقت دوت ما كانش فيه أنتي فريزنج بروتين، وبالتالي اتكونت كريستالات وأعضاؤه الداخلية حصل لها تلف تام. طيب هل المشروع توقف تماما؟ للأسف لا. في 4 مراكز مسؤولة عن تجميد أشخاص في العالم، فيها حوالي 500 شخص. أصحاب المراكز دولت بيدعوا إن هم بيحقنوا أنتي فريزنج بروتين ويعرضوا الأشخاص للتجميد، وإن لما الطب يتطور الأشخاص ديت تقدر ترجع للحياة من تاني. والسؤال هنا، هل الكلام ده صحيح ولا رأيكم إيه؟ وعايز رأي علمي ورأي ديني.